الاهلي هيعمل ايه؟ وخليك فاكر، والايام بينا ده توقعي مش معلومه، انا بحاول اقرا المشهد اللي قدامي. امام عاشور ممدوح عباس ما كلموش وما فوضوش ومش هيرجع. امام عاشور نفسه بعد اللي جمهور الزمالك عملوا فيه وفي مراته يعني، واحنا عارفين اللي حصل كتير، مستحيل هو نفسه يقبل يرجع. ولو رجع انا نفسي مش هكون قابله، بس ده مستحيل اصلا يحصل. فالمهم امام عاشور مش هيرجع ومفيش كلام مع الزمالك والموضوع ده مقفول، اركنه على جنب اصلا. اللي هيحصل كالاتي من قرايتي للمشهد وتحليلي للمشهد. امام عاشور عمل كل ده عشان يوصل للمبلغ اللي هو عايزه، والاهلي هيديله اللي هو عايزه، وامام عاشور هيمدد ويجدد مع الاهلي بالرقم اللي هو عايزه. الاهلي مش هيقدر يجدد له باقل من كده، لان امام مش هيجدد باقل من كده. او امام يتجه اتجاه وسام بعد ما الاهلي ما يديلوش الفلوس اللي هو عايزها، وده صعب. الاهلي مش هيضحي بنقطه ان احنا اتهنا وشتمنا واتبهدلنا ويجي اجيبه سنتين بس ولا 3 سنين ويدينا على وشه ويمشي ويبقى وصم تاني، يبقى كده تاني وصم تعار في تاريخ النادي. يعني لعيب شتمني دي اول وصمه، فتاني وصمه ان يدينا على وشي، يبقى انا عملت ايه؟ استفدت ايه؟ هفضل اتعاير بقى طول العمر يا ابني ده انت خدت امام عاشور وسابك ومشي، يعني ما استفدتش بيه حاجه، جالك عشان الفلوس وبعد ما شتمك يعني ضربك في مبادئك، ضربك اقعد دوس. فالاهلي مش هيقبل دي، الاهلي مش هيقبل دي. فالحل الاهلي هيخضع لامام عاشور وللعبه امام عاشور، وان هو كاسر عينهم وان انت مش هتقدر تعمل معايا حاجه. يا تديني اللي انا عايزه يا هيمشي.